هل عمرك حسيت إنك عايش في الماضي أو قلقان من المستقبل؟ إيكهارت تول في كتابه قوة الآن بيقولك السعادة مش هناك، السعادة هنا في اللحظة. في الفيديو ده هنتعلم إزاي نوقف دوامة الأفكار ونلاقي السلام الداخلي في أبسط حاجة، وهي الحضور. الكتاب مش مجرد نصايح، لكنه تجربة روحية وعملية بتعلمك إزاي تتحرر من سيطرة العقل وتلاقي السلام الداخلي في اللحظة الحالية. المبدأ الأول: العيش في اللحظة. إيكهارت تول بيأكد إن الماضي انتهى والمستقبل لسه مجاش، والقوة الحقيقية موجودة في الآن. معظم معاناتنا بتيجي من التفكير في اللي فات أو القلق من اللي جاي، وهقولك خطوات عملية لتطبيق المبدأ. ركز على تنفسك لما تحس إن دماغك سرحت. اسأل نفسك: إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ مارس التأمل لدقائق يومياً عشان تعزز حضورك. المبدأ الثاني: التحرر من العقل. العقل بيولد أفكار مستمرة، والارتباط بيها هو سبب القلق. الحل: إنك تتعلم تشوف أفكارك من بعيد من غير ما تندمج فيها. الخطوات العملية لتطبيق المبدأ: لاحظ أفكارك كأنك بتشوف فيلم. ما تحاولش توقفها، بس اعرف إنها مجرد أفكار. استخدم تمارين التنفس للعودة للحظة. المبدأ الثالث: المراقب الداخلي. إيكهارت تول بيقول إنك محتاج تطور المراقب الداخلي اللي يشوف أفكارك ومشاعرك من غير اندماج. ده بيخليك تتحرر من الردود الفعل التلقائية. الخطوات العملية لتطبيق المبدأ: لما تحس بمشاعر قوية، خد نفس عميق. لاحظ المشاعر من غير حكم. اسأل نفسك: هل لازم أرد على الموقف دلوقتي؟ المبدأ الرابع: الألم وهمي. إيكهارت تول بيقول إن الألم النفسي مش بيجي من اللحظة نفسها، لكنه بيجي من رفضنا ليها أو من تعلقنا بالماضي والمستقبل. اللحظة الحالية غالباً محايدة، لكن العقل هو اللي بيحولها لمعاناة. الخطوات العملية لتطبيق المبدأ: لاحظ الألم النفسي كفكرة مش حقيقة. اسأل نفسك: هل اللحظة الحالية فعلاً مؤلمة، أم عقلي هو اللي بيعيد الذكريات؟ مارس القبول بدل المقاومة. المبدأ الخامس: الوعي هو الحل. الوعي باللحظة هو المفتاح للتحرر من المعاناة. لما تكون حاضر وواعي، الأفكار والقلق بيقلوا، وبتلاقي نفسك أكثر هدوءاً وسلاماً. الخطوات العملية لتطبيق المبدأ: خصص وقت يومي للتأمل أو التنفس الواعي. ركز على الحواس: الصوت، الرائحة، اللمس. لما يجي القلق، ارجع للحظة بالوعي. المبدأ السادس: الجسد بوابة الحضور. إيكهارت تول بيشوف إن الجسد هو أقرب وسيلة تخليك حاضر في اللحظة. لما تركز على تنفسك، إحساسك بقدميك على الأرض أو ضربات قلبك، بتخرج من دوامة الأفكار وبتدخل في حالة وعي أعمق. الخطوات العملية لتطبيق المبدأ: مارس مسح جسدي يومي. لاحظ إحساسك من الرأس للقدمين. ركز على التنفس في أي موقف صعب. استخدم الحركة البسيطة، المشي أو ستريتشنج، كوسيلة للعودة للحظة. المبدأ السابع: القبول. القبول هو إنك تستسلم للحظة زي ما هي من غير مقاومة. المقاومة بتخلق ألم ومعاناة، لكن القبول بيخليك تعيش بسلام حتى وسط الظروف الصعبة. الخطوات العملية لتطبيق المبدأ: لما تواجه موقف صعب، اسأل نفسك: هل أقدر أغيره دلوقتي؟ لو لأ، اقبله. مارس الامتنان للحظة حتى لو مش مثالية. قول لنفسك: أنا أسمح للحظة تكون زي ما هي. المبدأ الثامن: العلاقات الواعية. إيكهارت تول بيأكد إن العلاقات الحقيقية مش مبنية على التعلق أو الخوف، لكنها مبنية على الحضور. لما تكون حاضر في اللحظة، بتسمع بصدق وبتتواصل بوعي، وده بيخلي العلاقات أعمق وأصدق. الخطوات العملية لتطبيق المبدأ: لما تتكلم مع شخص، ركز عليه بالكامل من غير ما تسرح. مارس الاستماع الواعي، اسمع من غير مقاطعة أو حكم. استمتع باللحظة بدل ما تفكر فيه ماذا بعد. المبدأ التاسع: الروح والوجود. إيكهارت تول بيقول إنك مش مجرد أفكارك أو جسدك، أنت وعي أعمق. لما تدرك ده، بتتحرر من الهوية الزيفية اللي العقل بيخلقها، وبتتصل بجوهر وجودك الحقيقي. الخطوات العملية لتطبيق المبدأ: مارس التأمل للاتصال بجوهر وجودك. ركز على إحساس الوجود بدل الأدوار الاجتماعية. بعد ما استعرضنا المبادئ الرئيسية من كتاب قوة الآن، بنكتشف إن الرسالة الأعمق مش مجرد نصايح، لكنها دعوة لتجربة حياة مختلفة.
إيكهارت تول بيقول لك ببساطة: القوة مش في الماضي ولا المستقبل، القوة في الآن. من التحرر من العقل لممارسة الحضور عبر الجسد للقبول للعلاقات الواعية، كلها خطوات بتقودك لسلام داخلي حقيقي. الكتاب مش بيطلب منك تغير العالم، لكنه بيطلب منك تغير علاقتك باللحظة. لو قدرت تعيش اللحظة بوعي، هتكتشف إن القلق بيقل، الألم بيتلاشى، والعلاقات بتبقى أعمق. والأهم إنك هتلاقي نفسك متصل بجوهر وجودك، بعيد عن الضوضاء اللي بيخلقها العقل. في النهاية، قوة الآن مش مجرد كتاب، لكنه بوابة لحياة أكثر حضوراً وصدقاً وسلاماً. لو وصلت لحد هنا، اشترك في القناة وفعل الجرس، وخليك متابعنا عشان نكمل مع بعض رحلة الكتب اللي بتغير حياتنا.